مدينة صغيرة في الشرق الجزائري. خرج شاب نحيل الجسد لكنه قوي الإرادة. كان حلمه بسيطا: أن يصبح لاعب كرة قدم محترف يمثل بلاده ويرفع رايتها عاليا. لم يتخيل أحد أن هذا الشاب المغمور سيصبح بعد سنوات قليلة أحد أخطر المهاجمين الجزائريين في أوروبا. هذه هي قصة محمد أمين عمورة، قصة الإصرار والتحدي وصناعة المجد من الصفر. ولد محمد أمين عمورة سنة 2000 في مدينة الطهير بولاية جيجل الجزائرية. منذ صغره كان عاشقا لكرة القدم، يلعب في الأزقة والطرقات، يركل الكرة بكل شغف دون أن يدرك أن القدر يخبئ له طريقا استثنائية. بدأ مسيرته مع نادي وفاق سطيف، أحد أعرق الأندية الجزائرية، وهناك بدأت الموهبة تظهر بوضوح. سرعته الكبيرة وذكاؤه في التحرك وحسه التهديفي العالي جعلته يخطف الأنظار بسرعة. وفي موسم 2020 لمع اسمه بقوة بعدما سجل أهدافا حاسمة في البطولة الجزائرية، وأصبح أحد أبرز الوجوه الشابة في البلاد. تألقه مع وفاق سطيف فتح له أبواب المنتخب الوطني، وهناك كانت اللحظة الفاصلة. أول مباراة دولية له مع الجزائر كانت مميزة لأنه لم يكتف بالمشاركة، بل سجل أهدافا جعلت الجماهير تهتف باسمه من أول ظهور. الصحف بدأت تتحدث عنه، والمحللون أشادوا بسرعة انطلاقاته وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص. في زمن قصير جدا انتقل من شاب مغمور إلى أحد نجوم المنتخب المحلي الجزائري، وأصبح حديث الجماهير. في عام 2021 جاء العرض الأوروبي المنتظر. نادي لوغانو السويسري فتح أبوابه أمام الشاب الجزائري. الانتقال لم يكن سهلا، ثقافة جديدة، مناخ مختلف، ضغط كبير، لكن عمورة كان مستعدا. وفي أول مواسمه بدأ يثبت نفسه بسرعة، يسجل الأهداف، يصنع الفارق ويخطف الأضواء. الجماهير السويسرية بدأت تردد اسمه، ووسائل الإعلام الأوروبية أشادت بموهبته. وبعد فترة قصيرة أصبح من الركائز الأساسية في الفريق، وساهم في تتويج لوغانو بأول ألقابه منذ سنوات طويلة. قصة النجاح كانت تكتب سطرا جديدا في كل مباراة يلعبها، لكن رغم احترافه في أوروبا لم ينسى عمورة أصوله ولا ألوان بلاده. في كل تجمع للمنتخب الوطني كان يعطي كل ما لديه. هدفه أمام الخصوم لم يكن مجرد كرة في الشباك، بل كان رسالة: أنا هنا لأجل الجزائر. جماهير الخضر أحبته لأنه يمثل روح اللاعب الجزائري، الشجاعة، القتالية وعدم الاستسلام. من شوارع جيجل إلى ملاعب أوروبا، محمد أمين عمورة كتب قصته بنفسه، قصة شاب لم يستسلم أبدا لأحكام الواقع. وما زال الطريق أمامه طويلا، لأن ما فعله حتى الآن ليس سوى البداية. محمد أمين عمورة، فخر الجزائر الجديد.